الفيفا كتسحب ملف السنغال من الكاف. علاش؟ لانها غادي نشوفوا يعني شي حاجه اللي تكون فعلا موثوقه. قال لك سيدي يعني الفيفا كتشك في حياد الكاف من الجهه ديال الملف يعني السنغال، باش هي يعني قررت انها تسحب منهم الملف وتتبع. الفيفا غادي تتبع الملف ديال السنغال بيديها. هذا ما كان. المهم غادي نشوفوا بعض الاسباب، يعني غنشوفوا بعدا كتشك في حياده الكاف وكتخاف تكون شي قرارات دارت ضغط سياسي ولا حسابات ماشي رياضيه ولا شي حاجه اللي خلات الملف يعني يتجمد كيف ما كيقولوا، ويعني يبقى واحد المده طويله. يعني وكيف ما قالوا قالك بان ما غادي تحسب حتى شي قرار خرج من الكاف ولا شي حاجه اللي شي كلام اللي خرج، اي حاجه خرجت ما غاديش تحسب. وحسب شي معطيات علاش هذا الملف هذا بغات يعني الفيفا تكلف بالملف بيديها، هو واحد المكالمه هاتفيه دامت 17 دقيقه بين مسؤول سنغالي ونافذ الطاقم التقني، ومكالمه وقعت وسط توقف المباراه. يعني بالنسبه للسيناريو اللي يقدر يوقع في هذه القضيه ديال يعني هذا الفريق ديال السنغال، شنو يقدر يطبق عليهم هو سحب اللقب ديال افريقيا وما يتعطاش لحتى شي منتخب، معاقبه مسؤول السنغال اداريا، وحتى حرمان السنغال من مشاركه في مونديال 2026. راهم يقدروا انهم ما يشاركوش في كاس العالم. يعني بالنسبه للملف المغربي قال لك المغرب يعني عنده ادله تقنيه ووثائق دقيقه كتقوي الملف ديالو قانونيا في القضيه ديال يعني هذا الشيء اللي شفناه والتلاعبات اللي شفناهم في النهائي. يعني المغاربه ولا المغرب عنده ادله واضحه في هذا الملف هذا. يعني غادي يشوفوا اشنو غادي يتقرر في هذا الملف هذا، شنو غادي يكون العقوبات اللي غادي تكون. يعني حاليا القرار الوحيد هو ان الفيفا سحبت الملف من الكاف فقط، شي حاجه واحده اخرى والو. يعني القرار مازال ما خرج حاليا، يعني الفيفا مازال ما طرحت حتى شي حاجه في هذا الموضوع هذا. الحمد لله ان المغاربه ما همهم لا هذا الكاس يرجع لا، يعني اصلا ما غاديش يرجع. يعني القرار اللي يقدر انه يتعطى انه يتحيد، قال لك هذا الكاس افريقيا ما غادي يتعطى حتى شي واحد وما يتحسبش. يعني شوفوا الانسان ملي كيجيب شي حاجه بدراعو شوفوا شنو كيوقع ليه. يعني المغاربه الحمد لله شفناهم انهم لعبوا بالروح، يعني بواحد يعني كتحس بهم كيلعبوا على الدرابو ديالهم، على مغربهم، على وطنهم. يعني كنشوفهم في اي مباراه كنشوفهم تبارك الله عليهم. كنتمنى انه يبقاو هكا ويستافدوا من الاخطاء اللي كانوا داروا قبل. ان شاء الله ما نشوفوش هاد الاخطاء كيتكرروا. والد الركراكي كنشوفوه انه رغم ان شفنا واحد الصحفي اللي حشومه انه يكون صحفي، واحد السيد اللي خارج ضغوطات ديال الماتش يعني النهائي، وتجي انت تقول له انت غادي تسحب يعني فوقاش انت غادي يعني غادي تمشي بحالاتك، واش دابا ولا الصباح؟ لا حول ولا قوه الا بالله. علاش ما فكرش بان مع والد الركراكي الحمد لله قلنا كنشوفوا كنوصلوا النهائي ولا الفوز. يعني كنشوفوا بزاف ديال وصلنا النصف النهائي في كاس العالم، ويجي واحد الشخص ما داش هذه البطوله هذه الا فوقاش غادي. راه ما يمكنش هاد الناس هادو كيفاش كيفكروا. يعني حاولوا انكم يعني بالعكس والد الركراكي خصو الدعم، خصو اللي يوقف معاه. وكان يعني والد الركراكي القجع عارفوا انه ما قادش بالفريق ولا يعني شي حاجه ما يفرطش فيها. حنا كنشوفوا انه ما قدرش انه يفرط فيه. المهم هادشي اللي واقع يعني في القضيه ديال السنغال، في ملف السنغال فقط. القرار اللي خرج دابا هو انه يسحبوا الملف من الكاف. شي حاجه واحده اخرى ما كايناش، ما كاين حتى شي حاجه واحده اخرى. هادشي اللي كاين. المهم باش لا شفتوا شي حاجه رايجه راه ما كاين والو، مازال ما خرج شي قرار رسمي كيقول بان يعني الفيفا تقول شي قرار في هذا الموضوع هذا. مازال ما كاينش حاليا. القرار الوحيد هو انسحاب. يعني خافوا من ضغوطات سياسيه، خافوا من يكون شي واحد داخل في هذه القضيه هذه، ولا يعني راهم قال لك شافوا داك المده ديال شي مسؤول قال لك تكلم مده ديال 17 دقيقه يعني مع شي شخص يعني في المباراه. وهذا الشيء اللي خلاهم انهم يعني يتبعوا القضيه ويتبعوا الملف بيديهم، ما يعطوه لحد. يعني صافي الفيفا هي اللي تكلف في هذا الموضوع هذا. المهم اخوتي شنو بالكم نتوما في هذا الموضوع ديال سحب يعني ملف السنغال من الكاف؟ صراحه حاجه زوينه باش ما نقولوا لا راه ضغطوا عليهم، راه تلاعبات، راه كذا. يعني خلي الفيفا تكلف
يعني بالملف، باش ما يكونش شي ضغوطات سياسيه ولا شي شخص يبغي يدخل، ولا يعني باش يكون المصداقيه ويكونوا عبره الاخرين. يعني ارى اي قرار غادي يعني تفرض عليهم راه غادي يكون يعني واحد اخر ما غاديش يقدر يديرها. يعني مدرب واحد اخر ما يقدرش ينسحب من المباراه. يعني باش انت واحد المباراه باديه وتجي تقول الفريق ديالك وضربه جزاء محقنا عباد الله، هو محقنا ضربه جزاء، وفي التالي يعني يقول يبغي